الو. ايوه انا سكر. ايوه انا اللي كنت مقدمه على الشغل. مرفوضه ليه؟ النطق بتاعي ما كانش حلو. طب ازاي؟ انا كل يوم بكتب. يعني انتوا عايزين نطق حلو مش كتابه، ما كلها لغه يعني. التحدث اهم مهاره في اي لغه اللي انت هتحتاجها لو انت هتسافر، هتشتغل، هتعمل بيها اي حاجه. التحدث ده هو سر اي لغه. وطبعا طالما احنا هنتكلم عن التحدث لازم نتكلم عن اعلى مرتب دلوقتي هو الالماني. التحدث في الالماني، الموقف اللي شفتوه ده حقيقي بعيدا عن مهارات التمثيليه دي يعني، لكن ده حقيقي وبيحصل مع ناس كتيره جدا. ان انت تكون مقدم على الشغل وبتعرف تكتب ومخلص الكورس بتاعك، بس النطق بتاعك مش كويس، وهم كل اللي محتاجينه منك اصلا هو النطق. ده طبعا مش بينطبق على كل الشغلانات، هنا انا مركزه اكتر مع الكول سنتر عشان دي الشغل اللي اكتر الشباب بيدخل فيها. بس في كل الحالات النطق مهم جدا. لو انت دلوقتي سافرت بره ولقيت حد في الشارع عايز تساله على حاجه، هل هتكتبها له على ورقه ولا هتقولها له؟ قلنا ان مفيش مشكله خالص ان انت ما يبقاش عندك حد تتكلم معاه. احنا عندنا حل او 3 حلول. اول حل اتكلمنا عنه في الفيديو اللي فات وهو ابلكيشن اسمه هالو توك، وقلنا ان احنا كل طريقه هنتكلم عن ميزاتها وعيوبها، فما قلناش عيب الابلكيشن ده. اول عيب ان انا والبنت اللي كنا بنتكلمها كان مستوانا قريب لبعض، فما حدش عارف يصحح للتاني، ما حدش عارف يقول كلمات ادفانسد اكتر او متقدمه اكتر للتاني، فما كانش فيه تطور حقيقي. يمكن بس الميزه كانت من كلامنا ان كان فيه تلقائيه اكتر، ان الكلام ما كنتش بقعد اترجمه في دماغي وبعد كده اقوله لها لا انت من كتر ما بتتكلم حتى لو في مواضيع بسيطه جدا بابسط جمل في الدنيا، انت الموضوع بيخليك تلقائي وبيخليك مستحضر اللغه اكتر في دماغك. فدي كانت ميزه. العيب زي ما قلت لكم ان انا ما كنتش عارفه اتطور قوي، ف مش احسن حل الصراحه. تاني عيب ان الابلكيشن ما فيهوش التزام حقيقي او سيريس ليرنرز. يعني لو انت متفق مع حد ان انت تتكلموا مثلا 3 ايام في الاسبوع، عادي جدا تلاقي ان هو مسح الابلكيشن. انا قلت اقول لكم على الحل ده بس هو بالنسبه لي مش احسن حل، بس هو اختيار ليكم. فتعالوا دلوقتي نروح على تاني اختيار. دلوقتي جايبه لكم ابلكيشن هتشكروني عليه. بصوا اسمه Learn Spanish. وهنا خدت بالي ان فعلا دراسة كذا لغة في اليوم اثرت عليا. الفيديو كله بيتكلم عن مصادر للالماني وانا اخترت مصدر للاسباني، والمصدر اللي كنت محضراه من الفيديو اللي فات لقيت ان الفري فيرجن بتاعته مش قد كده. فتعالوا دلوقتي نخش على ثالث مصدر وفيه هدية في اخر الفيديو. مش عارفه تشكروني ولا لا، بس يعني ممكن هقول لكم على ثالث حل اللي هو جميل جدا وممكن يعوض ده شويه، ان ده انا بحبه قوي الصراحه. الطريقه الثالثه او الثانيه بمعنى اصح هي تشات جي بي تي كول، ودي حاجه ما فيش ناس كتير تعرفها، ان انت تقدر تتكلم كول مع تشات جي بي تي، تقدر تختار المستوى اللي انت عايز تتكلم بيه، تقدر تقول الموضوع اللي انت عايز تتكلم فيه. والميزه هنا عن الطريقه اللي فاتت ان هو يقدر يصحح لك، فهتبقى كانك حرفيا مع مدرس. Ich möchte gerne mit dir sprechen, mein Sprechen zu verbessern. Wollen wir vielleicht über öffentliche Verkehrsmittel reden? Ich möchte auf B1-Niveau sprechen. Super, das hast du gut formuliert. Wenn du über öffentliche Verkehrsmittel sprechen möchtest. نصيحة مهمة جدا لو انت لسه بتبدأ اللغة، يا ريت ان انت تركز قوي على مخارج الحروف ونطق الحروف، لان هو ده اللي هيساعدك قدام. مفيش حاجة اسمها ان انا ما يبقاش الاساس بتاعي قوي واقول ما انا هتعلمه مع الوقت. لو اساسك مش قوي حرفيا كأنك بتبني عبارة والاساس بتاعك بايظ، العمارة كلها هتقع. ده اللي هيحصل معاك. ان كان في ناس معايا في الكورس مش متأسسين كويس في حتة النطق دي، قالوا خلاص احنا هنجمعها مع الوقت عادي، وفضل دايما النطق بتاعهم مش سريع، النطق بتاعهم مش مظبوط. فهم الحمد لله لقوا حتى لو انا مثلا مش مستواي فظيع او كده بس النطق بتاعي كويس. قالوا لي ازاي؟ قلت لهم بس ان انا كنت بركز قوي قوي على كل مخارج الحروف، قعدت فيها فتره طويله ان انا اعرف انطق كل كلمه صح ازاي. ده بيخليك لما يكون مستواك متقدم مش بتبقى دايما محتاج ان انت تسمع الكلمه عشان تعرفها، انت عارف الحروف دي مع بعضها بتتنطق ازاي، فالموضوع بيوفر عليك قدام وبيخلي نطقك كويس، بيخلي عندك الاكسنت بتاعت الالماني المظبوطه. فركزوا قوي 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 في البونه في اول مرحله وبلاش استعجال. هدايه الفيديو ده هقول لكم على ويب سايت عمركم ما سمعتوا عنه، مفيد مش هتزهقوا منه، تتعلموا منه كتير جدا، وده المفضل بالنسبه لي، مناسب لكل المستويات، من اول ان انت متعرفش اي حاجه عن اللغه لحد بي2 اللي هو المستوى اللي مطلوب للشغل وللسفر. انا كنت اتكلمت عنه قبل كده في فيديو المصادر، فتعالوا نشوف جزء منه. الموقع ده بيبدأ معاكم في الألماني من الصفر لحد مستوى B2 اللي بيبقى كويس جدا لو عايز تقدم على شغل أو تسافر بيه. بس خلونا دلوقتي نبدأ من A1. علم زي كورس، لعبة، الجرامر، وقواعد اللي عاملة مشكلة لناس كتير وحل عليه، وآخر حاجة البيرسونال كوتش. خلونا نبدأ بالحل على الجرامر. الحلو كمان انكم بتحلوا على الجرامر بأشكال مختلفة، وده بينملكم أكتر من مهارة. ميزة في الموقع ده انه في الدروس بيشرح لك معنى الكلمة بجمل بسيطة بالألماني ومش بيترجمها بس، ودي احسن طريقة لتعلم اللغة عشان يساعدك فعلا تفكر بالألماني. الناس اللي بتقول عندي مشكلة اني مش بتدرب على اللغة كفاية، البيرسونال كوتش ده بيفضل يسألك اسئلة على مستواك، انت بترد وتقدر ترغي معاه بالألماني، تقدر كمان تسمع الجملة وتترجمها من جوه الموقع، يعني ملكش حجة ومفيش تشتت في الموضوع. Wie fragst du jemanden nach dem Weg zur nächsten Eisdiele?
الناس اللي بيحبوا الاكل بقى يسيبوهم من كل ده ويدخلوا على طول على الريسبي، هناك تتعلموا كلمات جديده وادوات الطبخ وكمان وصفه هديه. Form ist wie eine große Schüssel, die man in den Backofen. الموقع ده اسمه اكيليس وهتلاقوا اللينك بتاعه في البايو. اتمنى يكون الفيديو كان مفيد ليكم، ولو عندكم اي اسئله اكتبوا لي في الكومنتس.